آلية السماح بالرحيل. ما هي آلية السماح بالرحيل؟ السماح بالرحيل هو أشبه بانقطاع مفاجئ لضغط داخلي أو إنقاص وزن، يصاحبه شعور مفاجئ بالراحة والخفة مع شعور بسعادة وحرية أكبر. هي آلية واقعية حقيقية، والجميع قد جربها في مناسبات مختلفة. وعلى سبيل المثال، تخيل أن تكون في خضم نقاش حاد، وبينما تشعر بالعصبية والغضب يشعرك الموقف كله بالسخف والتفاهة، وتشعر فجأة بمشاعر حرية وسعادة. تخيل كيف ستكون الأمور إذا ما تعاملت معها بهذه الطريقة طيلة الوقت في أي مكان ومع أي موقف. قد تشعر دوما بالحرية والسعادة، ولن تكون رهن مشاعرك مرة أخرى. فالسماح بالرحيل باختصار هو عملية تحدث بوعي وتتكرر بناء على رغبتك، وبهذا تكون مسؤولا عن مشاعرك ولن تكون تحت رحمة العالم، وردات فعلك تجاهها لن تكون أيضا الضحية. وهذا ما يوظف تعاليم بوذا الأساسية التي تزيل ضغط ردة الفعل اللا إرادية. نحمل على عاتقنا تراكمات من المشاعر والسلوك والاعتقادات السلبية، وهذا الضغط المتراكم يجعلنا بائسين، وهو مصدر للكثير من الأمراض والمشكلات التي تواجهنا. فنحن نستسلم لهذه السلبيات ونفسرها بأنها حالة إنسانية، ونسعى للفرار منها بطرق لا تعد ولا تحصى. فيمضي الإنسان العادي حياته في محاولة تجنب فوضى مشاعر الخوف من الألم والعذاب والفرار منها. أما مشاعر حب الذات فهي مهددة دوما على الصعيدين الداخلي والخارجي. إذا ما تمعنا في حياة الإنسان سنجد أن هناك أسلوب بقاء طويل ومدروس ولا بد من وجوده، وهو التهرب من مخاوفنا الداخلية وآمالنا التي أسقطناها على العالم، في حين أن البعثرة ما هي إلا فترات احتفالية تحدث عندما نتهرب للحظات من مخاوفنا الداخلية، لكن المخاوف ما تزال هنا تنتظرنا. فلقد أصبحنا نخاف من مشاعرنا الداخلية لأنها تحمل كمية كبيرة من السلبيات التي نخاف أن نغرق بها إذا ما نظرنا إليها نظرة عميقة. إننا نخاف من هذه المشاعر لأننا لا نملك آلية واعية يمكننا من خلالها أن نتعامل مع هذه المشاعر إذا ما سمحنا لها أن تظهر داخلنا، ولأننا نخشى مواجهة هذه المشاعر فإنها تتراكم حتى نبدأ نتطلع للموت خفية كي ننهي كل هذا الألم. ليست الأفكار التي تؤلمنا ولا الحقائق، ولكنها المشاعر التي تصاحبها. فالأفكار بحد ذاتها غير مؤلمة، إنها المشاعر الكامنة خلفها. إنما يسبب الأفكار هو ضغط المشاعر المتراكمة. فشعور واحد على سبيل المثال يمكن أن يتسبب بالضبط بآلاف الأفكار خلال فترة معينة. فكر على سبيل المثال بذكرى مؤلمة حصلت منذ زمن بعيد، بشعور واحد من الندم الشديد. اختبئ في داخلك وانظر إلى الأفكار المتعلقة بهذا الحدث الواحد التي راودتك عاما تلو الآخر. إذا ما استطعنا أن نتخلى عن الشعور المؤلم الكامن خلفها فإن كل هذه الأفكار ستختفي فورا وسننسى ما حصل. تتفق هذه الملاحظة مع البحث العلمي، فهي متماشية مع نظرية لافيوليت العلمية التي تدمج بين علم النفس والفيزيولوجيا العصبية، حيث تثبت أبحاثهم أن وتيرة المشاعر هي التي تنظم الأفكار والذاكرة. غاي لافيوليت 1981. إن الأفكار تخزن في بنك الذاكرة بحسب المشاعر المرتبطة بهذه الأفكار، ولهذا عندما نتخلى أو نسمح برحيل شعور ما فإننا بذلك نحرر أنفسنا من كل الأفكار المرتبطة بها. إن القيمة الرائعة التي نحصل عليها عندما نعرف كيف نمارس التسليم هي أننا يمكننا أن ننفصل عن آية مشاعر في أي وقت وأي مكان وفورا وبلا أي جهد. ما هي حالة التسليم؟ هي أن نتحرر من مشاعر سلبية في منطقة معينة، وبهذا نسمح للإبداع وكذلك العفوية بالظهور بدون أدنى مقاومة أو تدخل من الصراع الداخلي. أن نتحرر من الصراع الداخلي والتوقعات يعني أن نهب الآخرين أكبر مساحة من الحرية.
إن حالة التسليم تسمح لنا أن نختبر فطرة الكون الأساسية التي سيتم اكتشافها. هي تعني ظهور أكبر قدر ممكن من الخير في موقف معين. قد يبدو هذا التعريف مثاليا، ولكن عندما يطبق سيتبين أنه حقيقي. المشاعر والآليات العقلية. لدينا 3 طرق في التعامل مع المشاعر: القمع والتعبير والهروب، وفيما يلي سنتطرق لكل واحدة على حدة. القمع والكبت، هاتان الطريقتان من أكثر الطرق استخداما، فمن خلالهما ندفن مشاعرنا ونضعها جانبا. يحدث الكبت بلا وعي، أما القمع فبوعي، فنحن لا نود أن نزعج أنفسنا بمشاعرنا، فضلا عن أننا لا نعرف ماذا بإمكاننا أن نفعل غير ذلك. نعاني منها تقريبا، ونحاول أن نستمر بالحياة بقدر الإمكان، والمشاعر التي نختار أن نقمعها أو نكبتها تتوافق مع برمجيات بالوعي واللاوعي، فنحملها بداخلنا بحسب العرف الاجتماعي والبيئة الأسرية، فتظهر المشاعر المقموعة لاحقا على هيئة انفعال ومزاجية وتوتر في العضلات والرقبة والظهر، وصداع ومغص حاد، واضطرابات في الدورة الشهرية، والتهاب قولون وعسر الهضم، وأرق وارتفاع ضغط الدم وحساسية وحالات جسدية أخرى. وعندما نكبت شعورا ما، فإن هذا يكون بسبب الشعور بالكثير من الذنب، أو حتى الخوف من شعور لم نشعر به بوعي أبدا، فيندفع فورا نحو اللاوعي بمجرد أن يهدد بالظهور، وبهذا يتم التعامل معه بعدة طرق لضمان بقائه مكبوتا وخارج نطاق الوعي. تعد هذه الآليات من أكثر الوسائل التي يستخدمها العقل كي يبقي المشاعر مكبوتة، وكي يتم إنكارها وإسقاطها عن سبب آخر، وهي عادة ما ترتبط ببعضها ويدعم بعضها الآخر. فالإنكار ينشئ عقبات عاطفية ويوقف النضج، وهو عادة ما يكون مصاحبا للإسقاط، فبسبب الشعور بالذنب والخوف نكبت السبب أو الشعور ونتجاهل وجوده داخلنا، وبدلا من أن نشعر به فإننا نسقطه على العالم والناس من حولنا، فنعيش تجربة الشعور وكأنه ينتمي لهم، وبهذا يصبحون هم العدو، ويبحث العقل عن مبرر ليدعم الإسقاط، فيتم لوم الناس والأماكن والمؤسسات والطعام والأحوال المناخية والأحداث الفلكية والقدر والإله والحظ والشيطان والأجانب والجماعة الإثنية والخصوم السياسيين وغيرها من الأمور خارج ذواتنا. إن أكثر آلية يستخدمها العالم اليوم هي الإسقاط، فهو الذي يفسر سبب كل الحروب والصراعات والشغب المدني، وحتى التشجيع على كره العدو صار سببا كي تصبح مواطنا صالحا، فنحن نحافظ على احترامنا لذواتنا على حساب الآخرين، وهذا ما يؤدي بالنهاية إلى الانهيار الاجتماعي. فالإسقاط هو سبب كل هجوم وعنف وعدوان وكل شكل من أشكال التدمير الاجتماعي. ثانيا، التعبير. مع هذه الآلية يتم التنفيس عن المشاعر والتعبير عنها من خلال لغة الجسد وإظهارها عن طريق مجموعة مظاهرات غير منتهية. فالتعبير عن المشاعر السلبية يسمح فقط بالتنفيس عما يمكن من الضغط الداخلي ليتم قمع ما يتبقى منه. وهناك نقطة مهمة جدا يجب فهمها، ففي حين يؤمن الكثير من الناس بالمجتمع اليوم أن التنفيس عن مشاعرهم يحررهم منها، فإنه بالواقع عكس ذلك. فالتعبير عن شعور ما أولا يزيده ويعطيه طاقة أكبر، وثانيا فإنه ببساطة يقمع ما تبقى من المشاعر ويخرجها من نطاق الوعي. وتختلف الموازنة بين القمع والتعبير في كل فرد بناء على البيئة التي عاش فيها في أول أيام حياته، والمعايير الثقافية والأعراف الحالية والإعلام. وقد درج استخدام آلية التعبير عن النفس كنتيجة لسوء فهم أعمال سيغموند فرويد وطريقته في التحليل النفسي، فقد أشار إلى أن القمع يسبب العصاب، وعلى هذا تم الاستنتاج خطأ أن التعبير هو العلاج. وأعطى التفسير الخاطئ هذا رخصة للانغماس الذاتي على حساب الآخرين، في حين أن ما قاله فعلا فرويد في تحليلاته النفسية الأصلية هو أن المسبب أو الشعور المكبوت لا بد من أن يتم تحييده وإعلاؤه
بالإضافة إلى تهيئته للمشاركة الاجتماعية وتوجيهه نحو أعمال بناءة في الحب والعمل والإبداع. فإذا ما أفرغنا مشاعرنا السلبية على الآخرين فإنهم سيعتبرونها هجوما عليهم، ما يجبرهم بالمقابل على قمع مشاعرهم أو التعبير عنها أو الهروب منها. ولذلك فإن التعبير عن السلبية ينتج عنه تدهور في العلاقات ودمارها، وأفضل بديل لها هو تحمل مسؤولية مشاعرنا وتحييدها، وبهذا لا يتبقى سوى المشاعر الإيجابية للتعبير عنها. ثالثاً، الهروب هو تجنب المشاعر من خلال الإلهاء، فهو أساس صناعة التسلية والخمور، وهو أيضاً طريقة مدمن العمل. إن الهروب من الوعي الداخلي وتجنبه هو طريقة تجاهل اجتماعية، فيمكننا تجنب ذواتنا ومنع مشاعرنا من الظهور من خلال مطاردات مختلفة لا تعد ولا تحصى، تتحول بعضها بالنهاية إلى إدمان كلما ازداد اعتمادنا عليها. يشعر الناس بالتعاسة لأنهم غير واعين، فنحن نلاحظ كم مرة يشعلون التلفاز بمجرد دخولهم إلى البيت ليدخلوا في حالة تشبه الحلم، ودائما ما يكونون مبرمجين بسبب البيانات التي صبت بداخلهم، وهم يخشون مواجهة أنفسهم ويفزعهم الجلوس بمفردهم ولو لدقيقة، وهذا ما تسبب في وجود أنشطة مجنونة مستمرة، النشاطات الاجتماعية التي لا تنتهي، والحديث والرسائل النصية والقراءة وعزف الموسيقى والعمل والسفر والسياحة والتسوق والإفراط في تناول الطعام، وكذلك القمار والذهاب لمشاهدة الأفلام في السينما وتناول الحبوب وتعاطي المخدرات وحضور الحفلات. إن العديد من أساليب الهروب المذكورة أعلاه خاطئة ومجهدة وغير مجدية، وكل واحدة منها تتطلب بحد ذاتها كميات متزايدة من الطاقة، فهي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة كي تضمن عدم زيادة الضغط الناتج عن القمع والكبت، فيحدث فقدان تدريجي للوعي وكبح للنضج، بالإضافة إلى خسارة الإبداع والطاقة والاهتمام الحقيقي بالآخرين وحتى النضج الروحاني، وبالمقابل زيادة في المشكلات الجسدية والنفسية والمرض والشيخوخة والوفاة المبكرة. إن إسقاط هذه المشاعر المكبوتة يتسبب في مشكلات اجتماعية واضطرابات وزيادة الأنانية والقسوة التي تعد سمة من سمات حاضرنا، والأهم من هذا كله فإنه يؤثر في عدم القدرة على حب الشخص الآخر والثقة به، ما يؤدي إلى العزلة العاطفية وكره الذات. وعلى العكس مما ذكر بالأعلى، وبدلا من ذلك، ما الذي يحدث عندما نسمع برحيل شعور ما؟ تستسلم الطاقة الكامنة خلف هذا الشعور فورا، وبهذا نتحرر من الضغط، ويبدأ هذا الضغط المتراكم بالزوال كلما سمحنا برحيل المشارع السلبية. وجميعنا يعرف أننا عندما نسمح بالرحيل فإننا نشعر بحال أفضل بسرعة، وتتغير فيزيولوجية الجسم، حيث تظهر تطورات يمكن ملاحظتها في لون البشرة والتنفس وضربات القلب وضغط الدم والتوتر العضلي وعمل الجهاز الهضمي وكيمياء الدم، وتتجه كل وظائف الجسد والأعضاء في حالة الحرية الداخلية نحو الاتجاه الطبيعي في الاستقرار والصحة، فتزداد بسرعة قوة العضلات وتتطور رؤيتنا ويتغير إدراكنا لأنفسنا وللعالم نحو الأفضل، فنشعر بسعادة أكبر وحب أكثر وعيشة رغيدة أكرم.